أهم أخبار الأهلي والزمالك النهاردة وبعض الأخبار الأخرى، جايب لك ملخص الأحداث، شوية أخبار كده هيفيدوك. طبعا قبل أي حاجة يا صديقي ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعمل اللايك الجميل والمتابعة. اللايك والمتابعة مش هيكلفوك حاجة ولكن هيفيدوني جدا، فما تبخلش عليا بالاتنين. بالنسبة لأخبار النهاردة تابع معايا. اتحاد الكرة يحدد مواعيد باقي مباريات دور ال 32 بكأس مصر، حيث أعلن إقامة مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في دور ال 32 من كأس مصر يوم السبت 27 ديسمبر الساعة 5 على استاد السلام. أيضا الزمالك يلتقي بلدية المحلة في دور ال 32 لكأس مصر السبت 27 ديسمبر الساعة 2:30 ظهرا على استاد المقاولون العرب خلال فترة انطلاق كأس إفريقيا. وفقا لموقع 247 سبورتس، الأهلي المصري يرسل عرضه الأول للتعاقد مع حامد حمدان من بتروجيت بعد الاتفاق مع اللاعب على جميع التفاصيل المالية. كورة بلس، الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم التعاقد مع يوسف بالعمري الظهير الأيسر للرجاء المغربي. مصدر داخل الجهاز الطبي للأهلي حسين الشحات وأشرف داري أنهيا برنامج التأهيل وتعافيا تماما من الإصابة وأصبحا جاهزين للمشاركة في المباريات المقبلة. وفقا لأحمد شوبير، الأهلي يدخل في مفاوضات لضم يزن النعيمات. في قناعة تامة داخل الأهلي باللاعب وبيحاولوا يوصلوا لاتفاق مع النادي العربي القطري، ومش عاوزين يدخلوا في موضوع تسديد الشرط الجزائي ومستنين الموافقة النهائية من ييس تورب واللي غالبا موافق. موقع الأهرام، الأهلي يتوصل لاتفاق مالي مع يزن النعيمات ويترقب موقف العرب القطري. وفقا لوكيل يزن النعيمات، اللاعب لديه عروض كثيرة حاليا وهناك تواصل من قبل النادي الأهلي المصري، واللاعب مرحب جدا بالانضمام للأهلي. وفقا لموقع 247 سبورتس، الزمالك يتوصل لاتفاق مع حسام عبد المجيد على الرحيل في يناير وينتظر وصول عرض فرنسي لحسم القرار النهائي بشأن انتقاله. تقارير، الزمالك لن يفرض أي عقوبة مالية على بيزيرا بعد ما حدث في مباراة المقاولون العرب. الزمالك ينفي وجود أي مشكلة أو احتجاج من جانب اللاعب. تقارير، الزمالك يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين الأجانب خلال ساعات وإنهاء أزمة الإنذارات على النادي. صلاح مزد يقترب من نهضة بركان المغربي بعد فسخ تعاقده مع الزمالك. وفقا لمصادر لموقع القاهرة 24، حسام حسن يدرس استبعاد مصطفى فتحي من قائمة المنتخب المشاركة في أفريقيا 2025 وضم أحمد عاطف قطة بدلا منه. تقارير، محمد صلاح وعمر مرموش ينضمان لمعسكر منتخب مصر استعدادا لكأس الأفريقية. وفقا لموقع 247 سبورتس، 80 مليون جنيه ومحمد رضا بوبو شروط نادي البنك الأهلي للموافقة على رحيل أسامة فيصل إلى بيراميدز. بس كده يا صديقي، ده ملخص الأحداث اللي حصلت النهاردة والأخبار والتصريحات اللي حصلت النهاردة. ولو شايف إن أنت استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك والمتابعة علشان هيفيدوني جدا. استناني في فيديو جاي. سلام.